طيب انت اتعلمتي معانا ايه؟ اتعلمت كل حاجه، اتعلمت ان انا الف الدورانات، واتعلمت المطبات، اتعلمت التحضين والركنه، اتعلمت ان انا اطلع على السريع، اتعلمت كل حاجه. اتعلمتي معانا ايه؟ والله كله. اخدنا مرايات، واخدنا ازاي نرجع بظهرنا، تمام، واخدنا تحضين وركننا كمان. وركننا. ما كناش مصدقين ان احنا نعرف نركن في حته صغيره كده. ايوه بالظبط. السواقه سهله ولا صعبه؟ لا سهل. احنا اتعلمنا ايه؟ كل حاجة، ركنات وزحمة وسريع وكل حاجة بقى. كل حاجه في تخص السواقه، صح كده؟ طبعا بدأنا من الصفر خالص. احنا كنا بادئين من البدايه خالص. انا كنت عمري اصلا ما قعدت على عربي، يعني على دريكسيون اصلا. ايه رايك في التعليم عندنا؟ نضيف جدا بامانه. نضيف. اقول ايه؟ طيب هسألك بقى سؤال فني. انت لما جيتي قلت لي ده في ناس بتدخل شارع البحر من اول حصه وتاني حصه، الكلام اللي هو ده انت لما جربتي بقى عملي لقيتي فعلا الكلام ده ينفع؟ مستحيل. مش ما ينفعش اصلا ان انا ادخل مستحيل. تمام وسط الزحمة واغامر وعدم التمكن. والاقي مثلا الناس اللي حواليا يعني عملت مشاكل وعملت مشاكل لنفسي، ولا انا ايه يعني؟ قولي كده، قولي رايك انت كده. لازم الواحد يبتدي الاول بمكان فاضي، يعني ادخل على شارع البحر على طول وانا مش عارفه اعمل حاجه كده ازاي يعني. تمام، لازم شارع صعب اصلا. لازم تدخلي وانت متمكنه، مش ان انا اساعدك. بالظبط. صح كده؟ اخبارك ايه؟ بسوق اهو. اتعلمتي ايه معانا يا استاذه؟ اتعلمت حاجات كتير بصراحة. أولا اتعلمت ازاي أسير في وسط الناس. تمام. ثانيا الركنة. تمام. كانت حاجه صعبه الركنه دي قوي. لا ده جميلة والله. يعني كنت انت خايفه منها أنا قوي؟ كنت خايفة منها عشان اللي علموني قبل كده ما كانوش تمام يعني. تمام. والله. تمام الحمد وانتوا لله. عارفين اني مش بكذب. تمام. انما احنا دلوقتي بقينا حاجه تانية، ماشيين في الزحمه وسط ونطلع العربيات، المطب كمان، مش واخدين بالكم مني؟ المطبات إيه؟ كمان. كمان. امال ايه؟ تمام. امال ايه؟ انتوا مفكرين ايه؟ تنصحي الناس بينا؟ انصحهم بيكم طبعا، ما انصحهمش ليه؟ زي ما تمام. انا اصحابي نصحوني بيكم والله. تمام. يعني انا عندي اصحاب كتير بتعلمني السواقه، بس بصراحه ما كنتش كنت ببقى مرعوبه شويه وخايفه. اه انما احنا اهم حاجه ان احنا بناخد ثقه، بنقلل خوف وتوتر. هنقف بقى عشان ايه الاخ اللي واقف مخالف دوت. احنا نقول للناس بشكل عام كده ان السواقه بسيطه، مش زي ما احنا كنا متخيلين. هي جميله تمام، بس لازم نجمد قلبنا شويه. طبيعي. والله يعني انا يعني هقول لكم ايه، وشغال اهو، ربنا يستر. اللي يلاقيني في اي مكان يخلي باله مني عشان انا متعلمه جديد. بس ما شاء الله علينا يعني، ودخلنا شارع البحر وطلعنا ومعانا دخلنا وكل حاجه، والعربيه مشيت زي الفل. دخلنا صح كده؟ تمام. تقول للناس ايه اللي مش عايزه تسوق؟ انا اقول للناس يجوا الكابتن مؤمن، اي حد خايف من السواقه يجي الكابتن مؤمن. احنا كنا قلقانين قوي. احنا كنا خايفين خالص، بس صراحه كابتن مؤمن من اول يوم يعني بعيد ان هو بيعلم السواقه، لا كمان بيخليك تشيل الرهبه كمان اللي موجوده من السواقه. جميل. يخليك كده مطمن وانت سايق. احنا اتعلمنا ايه؟ كل حاجه يعني. اتعلمنا كل حاجه. طيب من اول ما ابتدينا نطلع ونرجع ونركن ملفات وكل حاجه ما شاء الله. احنا لفينا طنطا كلها ورحنا سبيربي وسريع وكل حاجه. صح كده؟ صح مظبوط. الموضوع زي ما انت كنت متخيل اسهل مما كنت متخيل بكتير. ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. طيب انت عرفتنا منين؟ من على صفحه الفيس. تمام. وبناء عليه انت حضرتك لما جربت معانا لقيت فعلا الكلام مظبوط ولا ايه؟ احسن كمان ما كنت عايزه، يعني كنت متخيل كمان احسن بكتير. طيب الناس اللي هي عندها هاجس من حته السواقه، يعني كون ان انا اسوق دي حاجه صعبه بالنسبه لي، الناس دي تقول لها ايه؟ اقول لهم لازم يتعلموا سواقه مع كابتن مؤمن بجد. لا اله الا الله، والله لازم كابتن مؤمن يعلمكم السواقه. انا سايق دلوقتي وبكلمكم ومفيش اي مشكله. ربنا يا رب يبارك يا رب. ربنا يبارك حضرتك يا كابتن. بس انت ما كنتش متخيل ان في ال5 حصص دول هتلاقي الكلام ده خالص. تمام. انا كنت متخيل ان انا مثلا ممكن عايز اسبوعين عشان امشي وانا بكلم حضرتك كده. السواقه يا جماعه حاجه جميله جدا وحاجه ممتعه جدا والله، بس احنا اللي ما بنبقاش فاهمينها. زي اي حاجه جديده احنا بنتعامل معاها، زي الموبايل، زي اللابتوب. احنا بالنسبه لنا بيبقى حاجه جديده في الاول، بعد كده بتبقى حاجه لذيذه جدا وحاجه من ضمن الروتين اليومي بتاعنا بتاع كل يوم كده. طيب
اخبار الرجوع اللي الناس كلها بتكرهه والركنه ايه؟ وعلي صوتك كده. انا كنت واحد من الناس بكره الموضوع بتاع الركنه والرجوع، وحاليا اسهل حاجه بالنسبه لي دلوقتي. الموضوع تافه جدا بس نفهمه بالظبط، او نبقى معاك او نبقى معاك. طيب تنصح الناس بينا جدا بما يرضي الله؟ جدا انصحهم بيه. هو كل اللي في الشركه كلهم محترمين بصراحه، يعني مش مؤمن بس، يعني اي حد مش شرط يجي المؤمن، لا هو كل الناس اللي موجوده كلها ما شاء الله كفء بصراحه ربنا. تقول ايه بقى للناس اللي هي لسه عايزه تتعلم سواقه؟ يعني والله سهله، مش محتاجه خالص يعني. تمام، مش زي ما انت اللي هو كنت متخيل. طيب ايه رايك في التعليم عندنا؟ نضيف جدا بامانه. نضيف؟ اقول ايه؟ يعني انت مثلا يعني بتتعلم عندنا مفيش تنشنه كده. تمام، الخبرات بتاخدها واحده واحده، بتاخد اساسيات، بتعرف تتعامل مع العربيه والطريق. انا كنت ميح يعني خالص. تمام، احنا اتشرفنا بحضرتك كتير وسعداء ان احنا اتعاملنا معاك. وتقول للناس باي باي. باي باي. اتعلمت ايه وتنصح الناس بينا ولا لا؟ انا شايف طبعا انصح الناس بيكم، لان انا اتعلمت بسرعه، اتعلمت كويس جدا، يعني اتعلمت كل حاجه. في الاول لما كنت اتعلم مع عيلتي كنت بعاني، يعني بتاع مثلا 10 حصص ولسه ما بعملش حاجه، دوب بطلع بالعربيه. اللي هو انت ما انتش عارف اساسا هو مش مخصص ولا مؤهل انه يعلمك سواقه، صح كده؟ هي الفكره فكره انك انت ادي العيش لخبازه. في ناس بتعرف تعلمك سواقه، صح كده؟ احنا بقى بتوع تعليم سواقه، صح كده؟ طيب تنصحي الناس اللي هي بتقول ان السواقه دي خوف، قلق، ما بعرفش اسوق، انا حاسه ان انا مش متمكنه، الحاجات دي كلها، ننصح الناس ايه؟ لا خالص خالص، مش حاجه صعبه خالص والله. الدنيا كويسه جدا الحمد لله جدا. الموضوع بس موضوع ان احنا يبقى في شويه اسس كده، ولما ونركز شويه. الله ينور عليكي. طيب نجيب واحنا جايين كده ب5 جنيه تركيز، 5 جنيه تركيز، كل 2 جنيه ونص لوحده. تمام كده؟ تنصحي الناس بينا؟ طبعا انصح الناس بيكم بشده. يعني اي حد محتاج احنا ان هو قدرنا يتعلم السواقه، مفيش اي توتر، مفيش اي قلق. التعليم بالراحه وعلى الهادي، وحضرتك يعني خصوصا التعليم بالراحه على الهادي دي. طبعا يعني اكيد، واحده واحده قوي يعني. ان التوتر مهم جدا في حوار السواقه ده، فلا بصراحه ما شاء الله يعني انصح الناس جدا يعني. طيب الناس بقى اللي هي عايزه تسوق او مقبله على السواقه، تمام، تقولي لهم ايه؟ يعني الناس اللي هي بتبقى مثلا قلقانه من انها اساسا تدخل في حته ان انا اتعلم اسوق دي. لا الموضوع هو طبعا يعني غصب عن الواحد بيبقى متوتر وكل حاجه، بس لما بتبدا فيها هي تجربه ممتعه جدا. واول ما هتبدا ان انت تتعلم السواقه مش هتبطلها صراحه، هتبقى عايز دايما انت تسوق. احنا اتشرفنا بحضرتك كتير كتير. تقولي اي حاجه للناس قبل ما نقفل الفيديو؟ يعني انا ريكومند جدا استاذ مؤمن. تسلمي يا رب. وبجد يعني اي حد محتاج ان هو يتعلم، لو مع حضرتك هيتعلم كويس جدا. تسلمي يا رب.